لعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة جامعة الدول العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعها الذي عقد يوم 2/11/2011. يوم تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من يوم 16/11 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011. 2. توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري البت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/11/2011. 3. دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين. 4. توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية. 5. دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة. 6. دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال 3 أيام للاتفاق على رؤية موحدة المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى اتفاق كما هو جاء في 6. بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف. صوت شغل الوزير كمان عشان الجزراء القطري وزير